بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين. بسم الله نبتدئ وبسم الله نستعين. لو انت بقى خلصتي مواعينك كده وعايزه تعقمي حوضك ويفضل بيلمع كده، ولا تقولي لي كربونات ولا تقولي لي ملح ليمون، لو انت بتستخدمي سفنجه كده باي كانت مواعينك، سيراميك، جرانيت، ستانلس، اللي موجود عندك الومنيوم، بفضل انت بتبقى عندك سفنجه زي كده وتحطي عليها حته سلكه. لو انت بتستخدميها بتوفر معاكي في الصابون جدا، وبتخلي لك الحوض بتاعك ايه، شكله جميل. انا عملت ايه بقى، جبت السفنجه كده وحطيت عليها شويه خل وركنتها على جنب، وبعد بسيبها كده كام دقيقه، واجيب بقى السلكه الستانلس او السلكه اللي هي بتبقى بلاستيك ديت بتستخدميها. انا مني بحب الستانلس، بتديها كده كام تنفيذه تطلعي كل بقايا الاكل اللي فيها، متنضفش غير لما بتتخبط كده كام خبطه، وتحطي كده شويه صابون وتفضلي تكوري فيها كده كانت بتكوري عجين. بترجع بقى زي الاول بعد ما بتكون اتمطت كده وعملت من بعضها وفرولت من بعضها، بتروح لما تاني ومنه بتعمل تقشير لايدك كده، وتجيبي بقى السلكه بتاعتك كده وتمسكي الحوض بقى تغسليه او بتغسليه بالسفنجه. في ناس ما بتستخدمش السلك خالص، وتروحي ماسكه بقى ايه، الحنفيه، وماسكه الحيطه اللي هي لو جنب الحوض دي. وده الفحم اللي انا بحب استخدمه في الستانلس، حلو جدا. وتروحي غاسله بقى، ودول بقى بدي ايه، بتبقى وش السفنجه ديت بحبها في تستخدميها في ايه، لو انت عندك حاجه جرانيت او سيراميك، حله طاسه اي حاجه بقى، طحها اتنين، ونص بنضف بيه من البقايا الاكل، ونص بقى ايه، ببقى مكبره واحده ومصغره واحده عشان اعرفهم من بعض، ونص التاني بعمل بيه ايه، بغسل بيه الطاسات التيفال او اي سيراميك عندي. وتجيبي بخاخه قديمه عندك وتحطي فيها شويه كلور بعد ما تغسلي الحوض، وتروحي جايبه بقى الجيركن ازازه الصابون عندك، وتروحي مطهراها زي كده، مطهره الحنفيه من فوق وتحتيها كده، والحيطه اللي جنب ورا الحوض ورا الحنفيه. وتمسكي بقى اللوفه الستانلس دي بتستحمل، ولو بلاستيك حطي عليها خل، وامسكي بقى ايه، عقمي حوضك كده، هو كام بخه، وسيبيه بقى كده حوالي 10 دقايق، ما تشطفيش ايدك في الحوض لان انا رشه في المصافي. وتروحي رايحه فين، شطفاه في اي حوض تاني، وتيجي بعد كده كام دقيقه، وتخلي بالك بقى بس من اطفالك ما يحطوش ايديهم على الحوض في الوقت ده، هيلمع وهيبقى شكله جميل. اديله شطفته بقى نظيفه، وسيبيه بقى كده، هو تتفرجي بقى على المصافي دي من جوه هتبقى فاتحه وشكلها جميل، مش هتبقى مسوده كده وبتطلع روايح من قدامك. واشوفه في فيديو جديد.